الدولة غادي تمنح مساعدة القدر ديالها 10 المليون لأي مغربي داخل أو خارج المغرب باغي يشري الدار ديالو كيقل الثمن ديالها أولا كيعادل 30 مليون. أهلا بكم إلى موجز الأخبار. نبدأ من الرباط، حيث ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير. وخلال هذا الاجتماع قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري الخطوط العريضة لبرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن، والذي يأتي في إطار تنزيل الإرادة الملكية في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق. ويروم البرنامج الجديد الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028 تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني. يعني إلا بغيتي تشري دار الثمن ديالها مثلا 25 مليون أو 30 مليون، فالدولة غادي تعاونك وتعطيك 10 ديال المليون. ولا بغيتي تشري دار الثمن ديالها ما بين 30 مليون حتى 70 مليون، فالدولة غادي تعاونك وتعطيك 7 ديال المليون. وهكذا تم تحديد مبلغ المساعدة في 100,000 درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300,000 درهم، و70,000 درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300,000 و700,000 درهم. هادشي كامل في إطار تنزيل الإرادة الملكية من أجل تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى السكن اللائق. وهذا البرنامج غادي يكون ما بين 2024 يعني السنة المقبلة و2028. وهذا الدعم غادي يستافدوا منه المغاربة اللي كاينين داخل المغرب والخارج ديالو، ولكن من الشروط هو أنه ما يكونش عندك ملك، يعني ما عندكش الدار بسميتك وما فايتش لك استفدتي من مساعدة خاصة بالسكن بحال الشكل ديال الدواور والبقاعي. يعني ماشي كنتي استفدتي او عندك الدار وتبغي يجيو يعطيوك الدعم. هذا البرنامج الهدف ديالو هو تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعيه اللي عندها دخل منخفض والطبقه المتوسطه للسكن، وتسريع وتيره برنامج مدن بدون صافي. ومن جهه اخرى على المستوى الاقتصادي، الرفع من العرض على السكن وتحفيز القطاع الخاص وخاصه المقاولات الصغرى والمتوسطه وخلق فرص عمل باش كلشي ينوض يتحرك. الخوف كل الخوف هو الدار اللي كانت تساويه مثلا 25 مليون تولي من موراها الدعم ب 35 مليون. يعني هنا بحال اللي راه ما درنا والو. بالنسبه للناس اللي كيسولوا كيفاش غادي ياخذ الدعم، مازال ما كايناش شي معلومات دقيقه، ولكن غادي يتم تحديد 12 وكاله جهويه للتعمير والاسكان من اجل التمكن من تسجيل البرنامج المساعده على السكن ومواكبه عمليه تجديد التخطيط العمراني والمجالي. من أجل التمكن من تنزيل البرنامج ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، سيتم إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي. كنذكركم هذه العمليه غادي تبدا في مطلع السنه المقبله ان شاء الله، ولا كانت شي حاجه جديده غادي نشاركها معكم ان شاء الله.